اللي بتكلمكم دلوقتي مش السندريلا، اللي بتكلمكم سعاد المريضة اللي عدت 50 سنة. وأنا قاعدة دلوقتي وبشرب قهوتي وبحكي لكم حكايتي، سامعة صوت خطوات بطيئة بتقرب من باب الشقة. مش قادرة أحدد ده شخص واحد ولا أكتر. بابي بيخبط، مشيت لحد الباب، وزي ما فتحت باب شقتي للمرة الأخيرة هفتح لكم باب حكايتي. الحكاية باختصار شديد إني كنت مسافرة أعمل عملية في العمود الفقري، لكن علي بدرخان طليقي كان عنده أزمة مالية، فقررت أضحي بسفري عشان أنقذه من الخسارة. واللي حصل كان إني اشتغلت الفيلم ده من غير أجر، لأن الشركة مش قادرة تتحمل أجري، لكن وعدوني بنسخة من الفيلم أبيعها بره، وكان مكتوب كده في العقد. وأجلت فكرة السفر عشان أخلص الفيلم، وما كنتش أعرف إنه هيبقى آخر فيلم في حياتي. قررت إني أبيع الفيلم للسعودية. بعدها على طول سافرت مارسيليا عشان أعمل العملية، وكان معايا مرافقة اسمها إلهام. وفعلا عملت العملية وخفيت ورجعت مصر بعد 3 شهور. كنا وقتها سنة 1992، لكن للأسف بعد فترة فشل العملية ظهر، لأن الشرايح والمسامير بدأت تتحرك من مكانها. وعشان أرجعها فضلت أعمل علاج طبيعي لحد سنة 1995. وفي الوقت ده كان معروض عليا فيلم جديد مع أحمد زكي، كنت هعمل شخصية سيدة مصر الأولى جيهان السادات. وبعد ما اتفقت على السيناريو وقبل ورشة العمل بيوم، صحيت من النوم لقيت فكي ووشي ملوحين ناحية اليمين وعينيا مقفولة، فسألت وعرفت إن ده التهاب في العصب السابع. بعدها بأيام بدأ وشي كله يتنفخ، وجسمي بدأ يتنفخ في أماكن كتير بسبب الكورتيزون، واللي كان وقتها غلط وأنا مش محتاجاه. وأما رحنا عملنا فحوصات، اكتشفت إن عندي إصابة شديدة في الأمعاء، واختناق في أنابيب قنوات مجرى العصارات المرارية، وخلل في الوظائف الحيوية، وده كله قلل كفاءة الكبد، وده سبب لي زيادة في الوزن. ده غير اللي حصل في أسناني على المدى الطويل اللي كلها وقعت وكانت محتاجة لزراعة. وفجأة بقيت عبارة عن واحدة مريضة بتتعالج غلط ومش قادرة حتى تقوم من الكرسي. قررت وقتها إني أسافر لندن، والكلام ده كان سنة 1997، ودخلت في رحلة علاج 5 شهور، وده اللي أنا كنت عاملة حسابي عليه من حيث الوقت والفلوس وكل إجراءات العلاج. ومع أول زيارة للدكتور قال لي إني محتاجة عملية عشان أعالج العصب السابع، لأنه مش هيستجيب للعلاج الطبيعي. المرافقة اللي كانت معايا هناك كان اسمها إلهام، وقعدت عندها فترة لحد ما ألاقي مكان مناسب. فضلت أتنقل من بيت لبيت ومن فندق لفندق، حتى بيوت الطالبات فضلت فيها شوية. وال5 شهور بقوا سنة، وفلوسي قربت تخلص، وماهر جوزي عمل اللي عليه وزيادة. وفي وسط دوامة مرضي بقيت زعلانة إن اتحولت من مكانة الشهرة والمجد لواحدة مريضة بأكتر من مرض مزمن، وكمان عندي مشاكل في مصاريف العلاج، وكل مدخراتي كانت شبه خلصت وما كانش قصادي حلول كتير. وفي فترة غربتي قررت إن أكتب مذكراتي وأسجلها بنفسي، واتفقت مع قناة فضائية كبيرة إنها تشتري مني المذكرات بمبلغ كبير علشان يكون قراري ده هو سبب نهايتي. في الوقت ده كنت صورت فيلم اسمه أفغانستان لماذا، وأنا وقتها بعت جواب للأمير سلمان بن عبد العزيز علشان يرجع لي فلوسي. وفعلا أخدت منهم الفلوس وبدأت أجهز للعملية. وبعد شوية كملت زراعة الأسنان وحضرت نفسي عشان أروح المصحة، وكنت هفضل فيها 3 شهور. وفعلا دخلت المصحة وخلصت المدة وخسيت 18 كيلو. وقتها كنت بخطط إني هرجع مصر، وكنت بشوف إزاي هرجع من غير ما حد يعرف، لأن ما كنتش حابة صحافة تستناني في المطار. بعد ما قعدت في لندن 3 سنين و11 شهر. بعدها كلمت ماهر وسلمت عليه وقلت له على اللي كنت بخطط له، ودي كانت آخر مكالمة ليا قبل قتل بيومين بس. أنا كنت قاعدة عند نادية في برج ستيوارت تاور بالشنط بتاعتي، علشان خلاص كنت مقررة إني خلاص هرجع بلدي حبيبتي مصر. وفي يوم 21 يونيو 2001 إخواتي كانوا قاعدين في بيتهم، وفجأة الراديو يقطع ويتذاع خبر وفاتي. نذيع لكم هذا الخبر العاجل. رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة سعاد حسني. يوم 20 يونيو 2001
خرجت من المصحة اللي كنت بتعالج فيها وطلعت على بيت نادية يسري صاحبتي، لأن خلاص ما بقاش معايا فلوس وقررت أرجع مصر. ويوم الخميس 21 يونيو سنة 2001 وأنا في شقة نادية لوحدي، سمع صوت خطوات بطيئة بتقرب من باب الشقة. مش قادرة أحدد ده شخص واحد ولا أكتر، وطلبوا مني أديهم التسجيلات اللي مسجلة فيها مذكراتي. ولما رفضت، واحد فيهم ضربني على دماغي ضربة جامدة وعمل لي كسر في الجمجمة. في اللحظة دي أنا فقدت الوعي جنب البلكونة، وفي الوقت اللي أنا فيه واقعة على الأرض وغايبة عن الوعي، واللي تهجموا عليا قدروا ياخدوا وقتهم، وحد منهم راح قص شبكة الحماية اللي كانت محطوطة في البلكونة، وشالوني وطوحوني من البلكونة من الدور السادس. وقعت على بعد 5 متر من مبنى ستيوارت تاور. والحادثة بانت وقتها إن أنا اللي قررت أرمي نفسي من البلكونة. يعني بالعقل كده أروح أقعد 4 سنين أتعالج بره وأعمل عمليات وأخس 14 كيلو، وبعد ده كله أروح أخلص على نفسي؟ والسلك اللي اتقص ده كله، هل تقدر واحدة ظهرها بيوجعها زيي وعاملة العمليات دي كلها تقدر تطلع وتقف على الكرسي المدة دي كلها علشان تقصه؟ شرطة بريطانيا بنفسها قالت إن منظر الوقعة بيدل على إنها جريمة متعمدة، لأن الشخص اللي بيخلص على نفسه ده بيبقى أقصاه يبعد عن المبنى اللي رمى نفسه منه 1.5 متر. بس أنا اتحدفت من على بعد 5 متر من البرج ده، غير إني ما نزلتش ولا نقطة دم في الشارع، وده معناه إني اترميت من فوق وأنا ميتة. الخبر كان صدمة لأهلي اللي كانوا مستنيين رجوعي بعد كل سنين الغياب دي، وكل المصريين اللي بيحبوني لحد الآن مش مصدقين إني ممكن أعمل كده في نفسي. ده غير أختي اللي حاربت ناس كتير قوي علشان تعرف ترجع حقي اللي فضل لغز محير كل شخص حاول يفتح ملف حكايتي. ومن وقت وفاتي القضية بتتفتح كل كام سنة وترجع تختفي تاني، بسبب إن القضية فروعها كتير، وده اللي مصعب الحكاية، ومحدش عارف لحد الآن الحقيقة فين. بس الأكيد إن سري مات واتدفن معايا، وعند الله تجتمع الخصوم.